دايم اصحى، احنا بقينا في شهر الصوم. اكدت لك ان هجيب لك تفاصيل كتير جدا جدا عن مسلسل رمضان كريم الجزء الثالث، وفعلا في حلقه النهارده جايب لك تفاصيل كتير جدا جدا عن مسلسل رمضان كريم الجزء الثالث. بس قبل ما نبدا في حلقتنا عايزك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش تعمل لايك للحلقه وتنزل تشترك معانا هنا في القناه، وكمان تفعل جرس التنبيهات عشان كل حلقه توصلك لحد عندك. ويلا بينا نبدا حلقتنا، توكلنا على الله. مسلسل رمضان كريم واللي لم عشاق كتير جدا جدا، وعارف ان كلكم دلوقتي عايزين تعرفوا هل المسلسل هيشاركنا في الموسم الرمضان 2024 ولا مش هيشاركني، وعارف انك سمعت كلام كتير جدا جدا في الفتره الاخيره عن المسلسل. فيلا بينا نبدا كده بالتفاصيل اللي معانا. اولا لحد دلوقتي مسلسل رمضان كريم متاجلش الموسم رمضان 2025، وكمان المسلسل ما تاكدش انه هيشاركنا في الموسم الرمضاني 2024. المسلسل لحد دلوقتي ما جاش لاي بطل من نجوم المسلسل ان المسلسل هيشاركنا. هم عرفوا ان المسلسل فيه جزء ثالث منه. ايوه المسلسل اكد لك ان فيه جزء ثالث من مسلسل رمضان كريم، ولكن الحته اللي ما اتاكدتش والحته اللي للاسف ان احنا ممكن نقف عليها ان المسلسل لحد دلوقتي ما اتاكدش انه هيشارك في موسم رمضان 2024 ولا هيتاجل لموسم رمضان 2025. وللاسف ان خلاص شهر رمضان بيجرب علينا، وانهم ما كانوش بيصوروا المسلسل ده في السر ومتكتمين شويه عن تطلع اي حاجه عن المسلسل، ولكن ديت نظريه بعيده جدا جدا، لان خلاص شهر رمضان بيقرب علينا جدا جدا. فخلاص المسلسل حتى لو هم متكتمين عليه فهيكون مشاركنا، ولكن مفيش اي حاجه ظهرت عن مسلسل رمضان كريم غير ان هيبقى موجود منه جزء ثالث، ولكن زي ما قلت لك انه ما اتاكدش انه يشاركنا في موسم رمضان 2024. ولكن احنا بنتمنى ان المسلسل يكونوا متكتمين عليه ويكونوا بيصوروا المسلسل وبيعملوا المسلسل في سريه تامه، ومش عايزين يطلعوا اي حاجه من المسلسل وطبعا يفاجئونا بيه. وطبعا ديت حاجه كلنا بنتمناها لان كلنا بنعشق مسلسل رمضان كريم، وطبعا ده اللي ظهر لحد دلوقتي عن مسلسل رمضان كريم. ولكن نجوم المسلسل واللي اكدوا لنا كتير بعد طلع النجم سلوى عثمان طبعا، واكدت في الفيديو اللي طبعا كلكم شفتوه ان المسلسل عرفت انها يتقدم لها جزء ثالث من مسلسل رمضان كريم، ولكن ما تاكدش عليها انه يكون في موسم رمضان 2024. وبرضك النجم محمد لطفي طلع وقال نفس الكلام، ولكن ما اكدش برضك ان المسلسل هيشاركنا في الموسم الرمضان 2024. وطبعا ده كل الكلام اللي ظهر عن مسلسل رمضان كريم. احنا بنتمنى ان مسلسل رمضان كريم يشاركنا في الموسم الرمضان 2024. وخلينا نخش على الحاجه اللي معانا بعد كده، وهل ابطال الجزء الاول هيرجعوا يشاركونا مره تانية للجزء الثالث؟ ابطال الجزء الاول يا صديقي بنسبه كبيره برضك هيرجعوا يشاركنا في احداث الجزء الثالث، ولكن النجمه ريهام عبد الغفور بنسبه كبيره ان هي مش هتشاركنا في الجزء الثالث من المسلسل حتى لو تقدم في موسم رمضان 2024 او تاجل لموسم 2025. النجمه ريهام عبد الغفور بعيده جدا جدا انها تشاركنا في احداث الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم، واللي كانت بتقدم لنا دور رضا اللي هي بنت الحاج رمضان في احداث المسلسل، واللي هي في الجزء الثاني من المسلسل اتجوزت وسافرت بره مصر وما ظهرت لناش في احداث الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، وطبعا غابت عن المسلسل. اما الابطال التانيين اللي طبعا غابوا عن الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم زي النجمه روبو والنجم شريف سلامه والنجم محمد محمود، دولت بنسبه كبيره هيرجعوا لنا مره تانية ومش ممانعين على تقديم جزء ثالث من مسلسل رمضان كريم، وممكن يرجعوا بنسبه كبيره جدا جدا ونفاجئونا بيهم في الجزء الثالث من احداث مسلسل رمضان كريم. وطبعا ده الكلام اللي ظهر لحد دلوقتي بشكل رسمي ان بنسبه كبيره الابطال هيرجعوا، ولكن ما نهضش اكد لك واقول لك ان بنسبه 100% المسلسل هيشاركنا في موسم رمضان 2024 وابطال الجزء الاول هيرجعوا لنا مره تانية بشكل رسمي. انا ما بحبش اضحك عليك في اي حاجه، بس ده الكلام اللي ظهر لحد دلوقتي. طبعا انا نفسي اقول لك ان بشكل رسمي الابطال هيشاركونا بشكل رسمي في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل رمضان كريم الجزء الثالث، ولكن انا مش عايز اضحك عليك في اي كلمه. لحد دلوقتي مسلسل رمضان كريم الجزء الثالث ما تاكدش بنسبه 100% انه هيشاركنا في الموسم الرمضاني 2024 او هيتاجل لموسم رمضان 2025. وقصه مسلسل رمضان كريم اللي اتوقع كلكم عارفينها وكلكم بتحبوا المسلسل دي، طبعا بتعيش في الاجواء الرمضانيه اللي احنا كلنا بنحبها، بالاجواء الرمضانيه اللي في حاره رمضان كريم وفي حاره رمضان كريم، ما بين قهوه الحناوي اللي هي اتبدلت في الجزء الثاني منه او عائله رمضان او عائله الحاج كريم، اللي هي طبعا بيقدم لنا في عائله الحاج رمضان طبعا النجمه روبي واللي غابت عن الجزء الثاني، ومعاه النجمه سلوى عثمان اللي هي بتقدم مراته في احداث
احداث المسلسل، ومعاه كمان النجم كريم الابنودو طبعا اللي بيقدم ابنه اللي بيكون لاعب كوره في احداث المسلسل، وكمان كان في عائله الحاج كريم اللي هو طبعا توفاه الله في احداث المسلسل في الجزء الثاني، لان طبعا النجم محمود الجندي توفاه الله طبعا توفى في الحقيقه وما بدلوهوش باي نجم في احداث المسلسل، ومثل الجزء الثاني من المسلسل بطريقه غريبه جدا جدا جدا. احنا كنا نتمنى انهم يتاخروا بمسلسل رمضان كريم وكانوا يطلعوه بحاجه احسن من كده وحاجه تكون عاليه على اللي احنا شفناها في الجزء الثاني، ولكن شركه الانتاج من المسلسل اكدت ان الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم هيكون حاجه تانية خالص وهيكون اجمد من الجزء الاول كمان. وطبعا ده الكلام اللي وصل لنا ان الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم هيكون اجمد من الجزء الاول من مسلسل رمضان كريم، وطبعا ده الكلام اللي ظهر دلوقتي عن مسلسل رمضان كريم، واللي لمتهولك في حلقه النهارده ان المسلسل مش بنسبه كبيره هيتاجل ومش بنسبه كبيره برضك هيتعرض في موسم رمضان 2024. وطبعا ابطال المسلسل اللي اكدوا لنا بكده، والكلام ده من على لسان ابطال المسلسل وكلام بنسبه 100% اللي انا قلت لك في حلقه النهارده. طبعا مسلسل رمضان كريم اللي من بطوله طبعا هنقول في الجزء الثالث، وطبعا اللي احنا بنتوقع بنسبه كبيره جدا جدا، والمسلسل هيكون من بطوله السيد رجب والنجم كريم عفيف والنجم كريم الابنودو والنجمه سلوى عثمان والنجم روبو والنجم شريف سلامه والنجم محمد محمود والنجم محمد عاطف، وباقي ابطال المسلسل كاملين هيشاركونا في احداث الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم. وطبعا ده اللي كنت جاي لك بيه في حلقه النهارده، والكلام ده بنسبه كبيره جدا جدا ان المسلسل ما تاجلش الموسم رمضان 2025، وبكده اكون جمعت لك كل التفاصيل والاخبار اللي ظهرت عن مسلسل رمضان كريم الجزء الثالث. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتك واللي حاولت الم لك فيها كل التفاصيل اللي ظهرت، فما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك معانا هنا في القناه، وكمان تفعل جرس التنبيهات عشان كل جديد يوصلك لحد عندك، لان في الفتره الجايه طبعا هحاول اجيب لك كواليس وهحاول ادور واجيب لك ان المسلسل هيكون موجود معانا بشكل رسمي ولا هيتاجل بشكل رسمي. في نهايه حلقتنا عايزك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوفكم في حلقات قادمه وسلام.